نجم نادي انبي، بنبارك لك طبعا، بنبارك لك على كاس مصر. الحمد لله، وده كرم من عند ربنا. انا شايف ان فرقتي تعبت من اول الكاس. لعبنا النادي الاهلي ولعبنا ماتشات صعبه، مقاولين شرطه، لعبنا اهلي وشرطه بره ارضنا وكده، فكانت الامور صعبه. فانا شايف ان ابني تعب في الكاس ده، وهو ده حال الكوره. شايف المباراه ازاي النهارده؟ انا شايف ان الزمالك كان كويس ولا يعني انا شايف ان انبي عرف ياخد الماتش، عرف يكسب الماتش. كان مقفل كويس ولعب على المرتد وقدر ان هو ياخد ماتشات الكاس القويه اللي لعبها نادي انبي هي اللي اهلته ان هو يقدم مباراه قويه النهارده؟ عكس الزمالك هو كان مركز قوي، يعني كابتن مختار قفل على اللعيبه وعرف يتعامل مع الماتش كويس. كابتن اسلام عوض من موقع نادي الزمالك اليوم بنقول لك عاوزين نعرف ايه الاخبار، ايه؟ بص، هو انا مش بتكلم في حاجه خالص، وتقريبا ما بطلعش في اي لقاءات، بس انا احنا اي وقت احترمنا الموقف بتاعك جدا، وده زودك عندنا كتير جدا. وانا يعني هو ده يعني ده طموح، والواحد نفسه ان هو يروح نادي الزمالك، بس طبعا كل حاجه عن طريق النادي وكده. وانا خلاص يعني انا مش بايدي حاجه خلاص. الوقت يعني وقت الكويت مبقاش موجود، اي وقت كويت هيبقى عن طريق النادي، والنادي هو اللي يقرر. يناير الموضوع هيتفتح تاني؟ انت لك قد فاضل سنه يعني في يناير هيبقى ليك حق انك لا مش يناير، ده اللي بعده. بنبارك لك في النهايه، وان شاء الله السنه الجايه تبقى معانا.